عمر كمال عبد الواحد يكشف عن كواليس مفاوضات الزمالك والأهلي معه الفترة الماضية. عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر الحالي تحدث خلال تصريحاته الأخيرة عن كواليس ما قيل عن مفاوضات قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي خلال الفترة الأخيرة. أنباء كثيرة خلال فترات القيد تتحدث دائما عن مفاوضات بين الزمالك والأهلي لضم اللاعب إلى صفوفهم، ليوضح اللاعب كواليس هذه المفاوضات. أما بالنسبة عما قيل عن مفاوضات الزمالك، فأكد عمر كمال عبد الواحد أنه منذ التوقيع للزمالك والرحيل عنه بسبب أزمة وقف القيد لم تحدث أي مفاوضات معه من قبل نادي الزمالك ومن قبل أي إدارة تولت النادي. ووصل اللاعب تصريحاته قائلا: مفيش أي مفاوضات تمت معايا من الزمالك، وأقسم بالله ما أعرف حاجة. أما بالنسبة عن مفاوضات الأهلي، فتحدث اللاعب قائلا: في يناير الماضي وفترة الانتقالات الشتوية حدثت مفاوضات معايا، وكانت المرة الوحيدة الرسمية، إلى أنها توقفت بعد إصابتي حيث توجهت للعلاج في قطر، ومن وقتها تم غلق هذا الملف. أما عما قيل عن مفاوضات المصري لضمه خلال الفترة الأخيرة، تحدث اللاعب قائلا: تم التواصل معي بالفعل بالصورة الرسمية، لكن الأمور توقفت ولا أعلم لماذا.